عشان عزومات رمضان طاجن فريك بالبشاميل، حاجة في منتهى الجمال. على النار في حلة كبيرة هنحط زبدة، أو لو عايزين تحطوا سمنة براحتكم. هنحط فصين مستكة، وبعدين ناخد الحمام ونحطه. ده حمام متبل ببصل وملح وفلفل وبهارات. وناخد برضو البصلة معاها هنحطها. هنحط مية سخنة، هنحط طبعا ملح، هنحط فلفل أبيض، وهنحط طبعا ورق لوري. على النار هنحط حلة، نحط حبة زيت زيتون، نحط معلقة كبيرة من الزبدة، هنا فصين مستكة، ودول 3 معالق من الدقيق. قلب بسرعة طشة حلوة من شوربة الحمام. هنحط بقى دلوقتي اللبن ونقلب باستمرار. هنحط ملح، فلفل أبيض. الحمام خلاص كده اتسلق، ونصفي الشوربة دي. البشاميل اهو بدأ يمسك. بصوا، من المهم قوي يا جماعة ان البشاميل يتعمل على نار هادية، عقد كده وحلو زي الفل. خلاص بقى نعمل الفريك. حبة زيت زيتون، بصلاية مفرومة في الكبة، نحط فص ثوم. دلوقتي ده الفريك انا نقعته بتاع حوالي ساعة قبل ما اشتغل، ودلوقتي هحطه مع البصلة. هنسقي الفريك بالشوربة بتاعة الحمام. يا سيدي يا سيدي، حاجة جميلة جدا جدا. بنسوي الفريك نص سوا جميل، ورقتين لوري، وحبة من ال7 بهارات، وفلفل اسود. دقايق بس هنسيبه على النار مش اكتر، احنا عايزينه نص سوا بس. تعالوا بقى نطبق الطاجن. ادي الفريك اهو، نقطع الحمام كده، وهنا ادي صدر، وهنا ادي صدر، هنا كده دي الصدر التاني. الفريك من فوق. هنحط اخر حمامة في فوق الوش. بقى هيبقى فيه ايه؟ ايوه، البشاميل هيجي فوق الوش بالشكل ده. حد هيقول لي بقى ايه لازمة البشاميل؟ ما هو حلو قوي كده. برضو لا طبعا، هيفرق طبعا في الطعم، نمرة 1. ونمرة 2، وده المهم جدا، انه هيخلي وش الطاجن كله طري مش ناشف، ما ينشفش في الفرن. عشان هجيب الشوربة من النافذة الصغيرة اللي انا سايباها دي، وهغطي بقية النافذة دي. خلاص كده نقفلها. هيدخل الفرن، هنغطيه في الاول بورقة فويل لحد لما اطمن تماما انه الفريك من جوه استوى تمام وزي الفل. بعد كده هشيل الفويل عشان يتحمر الوش. الفويل لما تحطوه ما تكبسوهوش، خلوه عامل زي الخيمة من فوق الطاجن كده. وادي احلى طاجن فريك بالحمام والبشاميل في منتهى الجمال.